تخيل تصحى من النوم تلاقي ابنك مختفي وتفضل تدور عليه بالساعات لحد ما تلاقي جثته متفحمة جوه فرن على سطح البيت. القصة دي مش فيلم رعب، دي قصة حقيقية حصلت في اسكندرية سنة 2017. سفاحة اسكندرية. الحكاية بدأت مع واحدة اسمها نجوى عايشة في بيت عيلة مخلفة بنات بس، وحماتها شوق كانت دايما تزلها وتقول ايه لازمة الست اللي ما تجيبش ولد، خصوصا لما مرات اخو جوزها خلفت ولد وحيد اسمه كريم وكان متدلع من العيلة كلها. الغيرة حولت نجوى الوحش، وفي يوم استدرجت كريم بحجة انها تشتري له حاجة، طلعت بيه السطح خنقته بايديها ورمته جوه فرن قديم وولعت فيه عشان تمسح اي دليل، ورجعت تحت تبكي وتصرخ مع اهله. لكن الصدمة الاكبر ان شوق حماتها عرفت الحقيقة، ما بلغتش، بالعكس ابتزتها وقالت لو عايزة تفضلي في البيت لازم تنفذي اللي اقولك عليه. من هنا بدأت سلسلة الدم. طفلة من قرايبهم اختفت، طفلين تانيين نفس السيناريو، والاتنين كانوا يمثلوا الحزن وسط الناس كأنهم أبرياء. لحد صيف 2018 جار شاف دخان غريب طالع من فوق السطح، ريحة بشعة خلت الناس تبلغ الشرطة، ولما فتشوا لقوا بقايا جثة طفل متفحمة جوه الفرن، وتحت الضغط نجوى اعترفت وشوق معاها انهارت. اتضح انهم قتلوا 4 اطفال في سنة واحدة. المحاكمة كانت سريعة والحكم بالاعدام اتنفذ في 2020، ولحد النهاردة الناس في بحري لسه بيفكروا في اللي حصل، ولسه الاسم بيرن في ودانهم. سفاحة اسكندرية. لو عجبتك القصة اعمل لايك للفيديو ده وتابعني علشان يوصلك الارعب والاغرب.